جدا في الثلاث حفلات اللي عملناهم في تونس. صراحة تونس بلد جميل جدا، وبيستحق فعلا العيش أهله يستحقوا العيش بكرامة وبديمقراطية. وكمان يعني ليبيا إن شاء الله إنهم على طريق التحرر والعيش بكرامة أيضا، وإن شاء الله يعني يعم السكينة، وإن شاء الله وتعم هدوء على كل أنحاء الوطن العربي. ويعم الربيع العربي إن شاء الله في كل أنحاء العالم العربي إن شاء إن الله شاء بإذن الله. الله تعالى. نعم. في هاي المناسبة يعني بحيي كل المتصلين خاصة اللي حكوا معنا من تونس من كل البلاد العربية. شكرا لكم. أنشودة تونس ما فينا نسمع شي منها؟ طبعا ليش لا. حلوة أيامك لو فيها كحل عيونك نظر عليها، ما تقدر يوم تجافيها إلا والشوق يناديها. خلي قلبك يتونس، خلي قلبك في تونس، خلي قلبك يتونس، خلي قلبك في تونس. تونس يا تونس يا تاريخي صاحب كل حضارة. تونس يا تونس يا شمس بهذه الدنيا نوارة. تونس يا تونس يا تاريخي صاحب كل حضارة. تونس يا تونس يا شمس بهذه الدنيا نوارة. الله يبارك فيك يا رب. طبعا نحن بدورنا بدنا نوجه كل التحية لجميع المستمعين يلي كانوا معنا اليوم بكل الحلقة. شادي، يبدو انه في عنا كثير مشاركات. انا حسيتك عم تتهرب شوي بانك تقول اي مشاركة احسن ما يعتبوا الباقيين. والله صراحة ما فينا نقول اي مشاركة لحتى ما يعتبوا الباقيين، لانه في كتير مشاركات. ولكن بنحب نطمنهم انه الفنان عمر الصعيدي يعني شافهم للمشاركات بشكل عام. احنا ورجعناه بعض المشاركات قبل شوي صراحة. عم نبرم اللابتوب لعنده لعمر لحتى يشوفهم. و طبعا يعني اكيد حيرجع يشوفهم عمر على رواق الليلة يمكن. لا ان شاء الله بفوت انا على صفحة برنامج لحن التلاقي ويطلع عليهم كلهم. فاللي بيحب يكتب بعد يرجع يكتب، لانه الليلة حيشوفهم ان شاء الله عمر بعد الحلقة بإذن الله، ولا يهمك، ويقرأون بشكل مباشر. وسمحونا لأنه ما قرأناهم على الهواء. فلذلك نعم شادي. نحن كمان بدنا نتشكر كتير مخرج محمد شهاب، الله يعطيك العافية. يعني نحن دائما في تواصل دائم مع مدير مكتب لبنان أكيد، واللي بنسألنا كل المقابلات واللقاءات. نعم الله يعطيه العافية. وأيضا فنان، واسمحوا أشكره للأستاذ محمد شهاب، يعني ما بيقصر، الله يعطيه ألف عافية. كيف يعني يكون معكم بالتصوير؟ كيف يكون عادة؟ كان عندكم اليوم تصوير أنتم؟ ايه كان معنا تصوير. يعني أستاذ محمد كان هيك مشرف بشكل عام على التصوير، لأنه هو كان الكليب إخراج المخرج مالك النوري. لكن أنا برتاح بس يكون الأستاذ محمد موجود، بكون مطمن إنه الأمور ماشية على خير. ما كيف تعمل مع الأولاد؟ والله يعني بعصب عليهم شوي. قمعي نوعا ما يعني تقريبا. في حدا بخاف منه ولا كلهم بحبوه؟ لا هو بصراحة كلهم بيخاف منه، بس أنا بخافش يعني. لا محمد على سلامته. يعني صراحة تفانيه في العمل مرات، يعني هي التنشن في العمل دائما موجود بيكون مرات، خصوصا لما يلحقنا وقت معين. تعرف احنا بنكون متكلفين تكاليف سفر وتكاليف تحضير كليب وتكاليف تصوير، فهذه كلها الامور مكلفة. فاخطاء مرات صغيرة ممكن تخليك غصب عنك تأجل التصوير، وهذا ممكن يسبب لنا يعني مشاكل، لانه بكون احنا وقتنا كتير محدد وكتير مربوط يعني. فهذا بيكون من حرقة الواحد على العمل، انه هيك بيكون صحيح. شوي بيكون تنشن في بعض الاحيان. لكنه لا، هلا ان شاء الله هو شاف بعض الاساليب الجديدة عشان يخفف من التنشن تبعه. اتوقع انه امور ان شاء الله هاليومين. حتى هو بقول لي انا الي يومين هيك مرتاح، اعطيته بعض النصائح لتخفيف التنشن. طب قلنا شوي منا، في كتير مستمعين بيصير معهم تنشن. طيب والله يعني بدها حلقة خاصة، لأنه من خبرتهم. احكي هلا بدها حلقة خاصة يعني. ما هي حلقة خاصة. حلقة خاصة عن التنشن. لا انه بدها تجربة بقول لك محمد. مع التجارب ما بيمشي الحال بنصايح. لا الواحد يعني في النهاية بده يحاول يروق ويعالج الأمور بعقلانية وبهدوء، لأنه التعصيب والتنشن الزيادة ما راح يحل المشكلة.
يعني المشكل ما راح ينحل بالتعصيب وبالتنشن. بالعكس ممكن انت ما تقدر تتخذ القرار الصحيح اذا انت متنشن، وبالتالي تاخر الموضوع اكثر واكثر. فلا، اذا رقت شوي هيك وهديت ممكن انه ان شاء الله تمشي الحال وتنحل المشكل. نعم، يعني هي نصايح كثير مهمة، بتمنى نمشي عليها كلنا سوا ان شاء الله. مقدمة للنصايح وللوسائل بعدين بنعرفها. فنان عمر، هل من كلمة أخيرة بتحب تتوجه فيها لأحبائنا المستمعين وجمهورك وجمهور إذاعة الفجر؟ الله يخليكم يا رب. أول شيء أنا بشكر إذاعة الفجر على إتاحة هاي الفرصة للقاء جمهوركم وجمهورنا الكبير. أشكرك شادي، أشكرك محمود، محي الدين، أستاذ محمد، والأستاذ مهندس الصوت. أشكرك كمان أستاذ يحيى، يعطيكم ألف عافية. وكمان بشكر الجمهور اللي تابعني واللي اتصل واللي شارك واللي سمع واللي تابع حتى على الفيسبوك. أشكركم كلياتكم، شكرا جزيلا. وإن شاء الله يعني بصراحة مشاركاتكم هاي معي بتحملني المزيد من المسؤولية، وبصراحة المسؤولية عمالها بتزيد. إن شاء الله إنه إحنا نكون قد هاي المسؤولية ونقدر نقدم كل ما هو مفيد وجديد لجمهورنا. شكرا لكم. الله يبارك فيك يا رب. المنشد عمر الساعدي كان ضيفنا بحلقتنا لليوم، وكان عنوان حلقتنا بهديك نقتدي، وهي في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا كل عام وأنتم بخير من جديد. نعم شادي، أيضا أنا بدي أوجه تحية كتير كبيرة، ويعني باسمي واسم أسرة البرنامج وكل الموجودين وأسرة الإذاعة، تحية الكبرى لكل اللي عم يشتغلوا بحملة طلع البدر علينا. هذه هي يعني الحملة المميزة المشتركة ما بين معظم الجمعيات الإسلامية الموجودة في بيروت. يعني طبعا نحن بدنا نوجه لهم كل التحية، واخترنا عناوين حلقاتنا الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع العناوين اللي بتتضمنها هذه الحملة، حملة طلع البدر علينا وبهديك نقتدي، هذا عنوانها. وأيضا بدنا نذكر المستمعين الكرام بالدعوة اللي توجهت بها الجماعة الإسلامية للاعتصام غدا الساعة 12 ظهرا أمام السفارة الروسية، طبعا استنكارا للاعتراض وعلى القرارات اللي كانوا تقدموا فيها إلى المنظمة الدولية. نعم شادي، نحن بدنا نختم. طبعا بدنا نشكر يحيى طقوش مخرجنا، ونشكر محي الدين الهامش، وبنجدد الترحيب وايضا الشكر بضيفنا عمر السعيد، وايضا محمد خالد شهاب. ترحيب يعني ترحيب بالختام اكيد. حلقتنا الاسبوع القادم ان شاء الله مميزه راح تكون، ولكن بعد ما تحدد الموضوع ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله بيتحدد موضوعنا، وايضا بيتم التواصل مع ضيوفنا. كل التحيه لجميع المستمعين. عندك شيء تقوله محمود؟ لا، بدي اقول لهم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رافقكم من وراء الميكروفون شادي اللهيب ومحمود زيدان. سوف يبقى نجمنا